بعد التحديثات الأخيرة اللي بتحصل على اليوتيوب، وبعد ما أصبح الفيديوهات البحثية مهمة جدا زي الأول، ناس كتير بدأت تبحث وتدور يعني إيه SEO اليوتيوب أو سيو اليوتيوب زي الناس ما بتقول، ووجدت إن الموضوع معقد جدا وعليه علامات استفهام كتير. في الفيديو ده بقى أنا هديك كبسولة فيها كل حاجة عن سيو اليوتيوب، وهعلمك بقى إزاي تتلاعب بخوارزميات اليوتيوب بدون بقى كورسات مدفوعة ولا الكلام ده كله. بس لازم تبقى عارف قبل ما نبدأ شرح إن كلمة سيو اليوتيوب مش زي ناس كتير ما مفكرة هي مقتصرة على كلمات مفتاحية. ما ينفعش نختزل سيو اليوتيوب كله في مجرد كلمات مفتاحية. ببساطة كده سيو اليوتيوب دي معناها انت بتعلم خوارزميات اليوتيوب ازاي تظهر الفيديوهات بتاعتك قدام المشاهدين، مش بس على اليوتيوب، لا ده كمان على جوجل نفسه. بمعنى اصح انت بتعتبر خوارزميات اليوتيوب كأنها طفل صغير ما يفهمش فيديوهاتك دي بتتكلم عن ايه، وانت بتبدأ تعلمها ازاي توصل الفيديوهات بتاعتك للناس، وازاي تقدر تجيب مشاهدات من كل مصدر من مصادر المشاهدة. وسيو اليوتيوب دي عبارة عن 3 اقسام. اول قسم اللي احنا هنتكلم عليه النهارده وهنشرحه، اللي فيه العنوان والوصف والكلمات المفتاحيه والفئه بتاعه القناه والكلام ده كله. وفي قسمين تانيين وهو الCTR ووقت المشاهده، ودول مش هنتكلم عليهم في الفيديو ده خالص. فيلا حضر مشروبك اللذيذ وتعالى بقى افهمك اللعبه ماشيه ازاي، بس ما تنساش اللايك والاشتراك. واحسن حاجه نبدا بيها شرح سيو اليوتيوب هي مصادر المشاهده. لازم نعرف ايه هي اصلا مصادر المشاهدات اللي بتجيلنا على الفيديوهات عشان نقدر نلعب عليها بشكل سليم. لو بصينا على احصائيات الفيديو اللي ظاهر قدامكم هنلاقي ان الفيديو ده مشاهداته معديه ال 16000. في مشاهدات جايه عن طريق ميزات التصفح، مشاهدات جايه عن طريق المقترحات، مشاهدات جايه عن طريق ميزات اخرى للتصفح على اليوتيوب، مشاهدات جايه عن طريق البحث، مشاهدات غير معلومة المصدر. لغايه دلوقتي اليوتيوب مش عارف هي جايه منين لانها بتبقى عن طريق لينكات مباشره. وفي مشاهدات خارجيه جايه عن طريق الشير، يعني اللينكات اتشيرت على واتساب، اتشيرت على ماسنجر. اذا فالمشاهدات اللي بتجيلنا مش بتيجي من مصدر واحد، ده مجموعه من المصادر بتجمع لنا العدد النهائي للمشاهدات. وده يخلينا نبدا نركز اكتر مع البيانات اللي اليوتيوب بيطلبها مننا واحنا بنرفع الفيديو. شايفين كل الخانات اللي ظاهره قدامنا زي العنوان، الوصف، ولو نزلنا تحت هنلاقي الفئة بتاعت القناة وهنلاقي العلامات او التاجز. كل مربع من المربعات اللي ظاهرة قدامنا ليها نصيب في المشاهدات. كل خطوة من دول لو عملتها صح بيجي ليها مشاهدات منفصلة. مبدئيا خلينا كده نتكلم عن العنوان. العنوان بتاع الفيديو اللي قدامنا انا كاتب ليه 90% من الناس بتفشل على اليوتيوب. لو انا اختصرت معلومات الفيديو ده كله على العنوان بس، يعني مش كاتب وصف ولا كلمات مفتاحية ولا اي بيانات تانية، المشاهد عشان يقدر يوصل للفيديو ده مطالب منه ان هو يبحث بالجملة دي كلها. يعني لو كتب في السيرش ليه 90% من الناس، الفيديو مش هيظهر قدامه. ولو كتب ليه 90% من الناس بتفشل، برضه مش هيظهر قدامه. لازم عشان يقدر يوصل للفيديو بتاعي لازم يكون باحث بالجملة دي كلها بنفس الترتيب، بنفس علامة الاستفهام اللي انا كاتبها في الاخر. وده طبعا مستحيل. استحالة واحد هيجي في دماغه انه يوصل للفيديو بتاعي عن طريق الجملة دي كلها بنفس الترتيب بتاعها. بالشكل ده استحالة يوصل للفيديو. عشان كده بقى بيجي دور الوصف بتاعنا. الكلام المكتوب في الوصف قدامكم ده مش مجرد الكلام اللي بيتقال في الفيديو خلاص. الوصف ده مترشق كلمات مفتاحية. يعني ايه بقى كلمات مفتاحية؟ من اسمها كده هي الكلمات اللي بتفتح لنا السيرش بتاع الفيديو. شايفين الجملة دي كده؟ ايه هي اخطر اخطاء بتقتل القناة على اليوتيوب؟ الجملة دي لو شخص استخدمها هيقدر يوصل للفيديو بتاعي. والجملة التانية برضو، ليه ناس بتنجح بسرعة على اليوتيوب؟ برضو لو شخص بحث بيها يقدر يوصل للفيديو ده. ومش بس كده، انا في الفيديو ده كنت بتكلم عن الاسباب الشائعة لفشل الناس على اليوتيوب، لكن برضو الفيديو ده اكيد يهم واحد مهتم بصناعة المحتوى. اكيد الناس اللي بتدور على الربح من اليوتيوب يهمها تسمع الفيديو ده. اكيد الناس اللي مهتمة انها تعرف ازاي تكبر القناة بتاعتها يهمها تسمع الفيديو ده. اذا كل الكلمات دي اللي ما بين السطور في كلمات انا بستهدف بيها شريحة معينة من المشاهدين. مش بس بستهدف اللي عايز يعرف سبب الفشل، ده انا بستهدف بالكلمات المفتاحية دي الناس اللي مهتمة بالمجال كله. ولو نزلنا هنا وشفنا الهاشتاجات هتلاقيني زي ما بأكد في كل الفيديوهات ان احنا ما ينفعش نستخدم اكتر من 3 هاشتاجات. وازيدك من الشعر بيت، مش مهمة قوي الهاشتاجات الصراحة. يعني انت لو ما كتبتهاش مش هتهمك في حاجة، هي بتنفع قوي في المحتويات المتعلقة بالترند وما شابه. انما الفيديوهات يعني زي الفيديوهات التعليميه او الفيديوهات اللي معظم الناس بتعملها البعيده عن الترند مش مهم قوي تكتب فيها هاشتاجات. طيب هل موضوع الكلمات المفتاحيه يقف لغايه كده؟ لا،
عندنا دلوقتي بقى وخصوصا في الخوارزميات الجديدة اللي اتحدثت بقى مهم قوي 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 ان احنا نهتم بالتاجز او بالعلامات او بالكلمات المفتاحية اللفظ الدارج عند الناس. ايه هي بقى التاجز وبتعمل لنا ايه اصلا؟ لان انا اتفاجئت ان الناس كتير اصلا مش عارفة وظيفتها ايه. بكل بساطة لو جينا في السيرش بتاع جوجل مثلا وكتبنا كلمة الربح، هيظهر عندنا الربح من الانترنت، الربح المركب، ولو نزلنا تحت هنلاقي الربح من اليوتيوب. وهو ده بقى المقصود بالعلامات او بالكلمات المفتاحية، هي كلمة ذات صلة بالموضوع بتاعنا حتى لو مش في صميم الفيديو نفسه. يعني بمجرد ما مشاهد يجي يكتب مثلا كلمة الربح، هو بيدور على الربح اصلا، فيبدأ عن طريق الكلمة دي ان هو يتشد للفيديو بتاعي اللي بتكلم فيه عن تعليم اليوتيوب وبشكل غير مباشر ازاي تتربح منه. اذا التاجز مش مهمة بس في سيرش اليوتيوب، دي مهمة حتى عشان السيرش بتاع جوجل، عشان المشاهد مش بس يقدر يوصل للفيديو بتاعك عن طريق اليوتيوب، لا ده يقدر كمان وهو بيبحث في جوجل يقدر يوصل للفيديو بتاعك. وكل ده عشان انت استخدمت كلمة ذات صلة بالمحتوى بتاعك. يعني مثلا في الفيديو ده بالذات انا كاتب في الكلمات المفتاحية كلمة اليوتيوب، اي شخص بيبحث بكلمة اليوتيوب يقدر يوصل للفيديو بتاعي، وكذلك الربح من اليوتيوب، وكذلك ازاي تكبر قناة يوتيوب، وكذلك نجاح اليوتيوب، وهكذا كلمات كتير جدا متعلقة بمحتوى الفيديو. بالشكل ده انا بعلم خوارزميات اليوتيوب ازاي تظهر الفيديو بتاعي قدام المشاهد حتى لو بيبحث بكلمة بسيطة. ولو نزلنا تحت هنلاقي الفئة بتاعة القناة او الكاتيجوري، ودي انا كنت عملت لها فيديو منفصل، يا ريت تتفرج عليه عشان تعرف ازاي تختار فئة القناة بتاعتك. وبرده من الحاجات المهمة واللي يمكن ناس كتير قوي ما تعرفهاش هو اسم الفايل او الفيديو اللي بيترفع على اليوتيوب. لو تاخدوا بالكم هنا اسم الفايل اللي انا رفعته كنت مسميه باسم نهائي، وده لان اثناء المونتاج ساعات بيحصل كتير اخطاء او بعوز اعمل تعديلات في الالوان كذا مره، ففي الاخر خالص بعد ما بعمل الريندر النهائي بسجل الفايل باسم نهائي. ودي كانت طريقه شغل زمان عشان لما اجي ارفع الفيديو اللي انا عارف ان ده النهائي خالص، مش فيديو يكون ناقص شغل. وهنا في الفيديو ده بالذات انا قصدت ان انا اعمله كده عشان اوريكم ان ده غلط. الصح اسم الفايل النهائي اللي ترفعه يكون مقارب او يمكن مماثل لعنوان الفيديو، وده لان خوارزميات اليوتيوب بقت تركز مع اسم الفايل اللي بيترفع عشان تبدأ تربطه بالعنوان وبالوصف وبالتاجز، وبالتالي تعزز من وصول المشاهد للفيديو وتثبت الفيديو اكتر على محركات البحث. خلينا بقى نطبق الكلام اللي احنا قلناه ده كله ونشوفه على قناة من القنوات الكبيرة. تعالوا بقى نتعلم ونذاكر مع بعض الموضوع في قناة من القنوات المشهورة جدا وهي قناة روتانا. والفيديو اللي قدامنا عن اغنية اسمها مكتوبة ليك، والمشاهدات على الفيديو ده ما شاء الله معدية 333 مليون مشاهدة. فاكيد النجاح اللي وصل له فيديو زي ده ما كاش كده اعتباطا، اكيد وراه ادوات سيو يوتيوب مظبوطة. لو طبقنا بقى الكلام اللي قلناه اسم الاغنية مكتوبة ليك، اذا المشاهد عشان يوصل للاغنية دي محتاج ان هو يكتب الجملة على بعضها مكتوبة ليك، وده يجيب عدد مشاهدات محترم جدا. لكن خلي بالك بقى، اغنية زي مكتوبة ليك في ناس كتير جدا بتبقى عايزة تسمعها بس مش عارفة اصلا ان اسم الاغنية مكتوبة ليك. فاللي بيعملوا ايه؟ بيخش على السيرش بتاع جوجل او سيرش يوتيوب ويبدأ يفتكر كده جملة او قبليه من الاغنية، قبليه عشوائي هو اللي فاكره من الاغنية، لكن هو مش عارف ان اسم الاغنية اصلا مكتوبة ليك. فيقول الاغنية دي كان في قبليه كده معلق معايا كان اسمه قول بقى يا حبيبي. بمجرد ما يكتب الجملة دي في سيرش اليوتيوب الفيديو هيظهر قدامه، مع ان اسم الاغنية اصلا وعنوان الفيديو اصلا على اليوتيوب مكتوبة ليه. وده ليه بقى؟ لان هنا على القناة كتب كلمات الاغنية كلها من اولها لاخرها، لانه عارف ان في ناس كتير مش عارفة اصلا اسم الاغنية، وناس كتير هتدور على الاغنية بمجرد كلمتين او 3 في وسط الاغنية. فعشان كده استخدم كلمات الاغنية كلها ككلمات مفتاحية. وده بكل بساطة يفهمك ايه اصلا كلمات مفتاحية. والموضوع ما وقفش لغاية هنا بس، احنا كمان عايزين نشوف ايه هي التاجز اللي محطوطة على الفيديو. انا هنا بستخدم عشان ابين التاجز بتاعت الفيديو اداة اسمها فيد اي كيو، والاداة دي بامانة يعني انا ما بستخدمهاش خالص ومش بدعو اي حد ان هو يستخدمها. يعني انا مجرد منزل الاداة دي بس عشان ابدا اوضح لك بيها الكلمات المفتاحية اللي القناة عاملاها على الاغنية دي. هنا مكتوب كلمات ذات صلة بموضوع الفيديو زي كلمة مزيكا، كلمة طرب، كلمة اغنية، كلمة عربي، كلمة روتانا اللي هو اسم القناة، اسم الأغنية مكتوبة،
وكلمة ليك محطوطة لوحدها. ومش بس كده، ناخد بالنا انه كاتب مكتوبة في الاخر ت مربوطة اللي هي عليها نقطتين، وفي الاخر هنا كاتب كلمة مكتوبة بشكل تاني اخر حرف هاء. يعني هنا بيستهدف الناس اللي بتبحث بكلمة مكتوبة اخرها تاء مربوطة، وبرضو الناس اللي بتكتب اخرها هاء. ومش بس كده، ده كاتب كمان كلمة مكتوبة 2 واو، لان هم وجدوا على سيرش جوجل معظم الناس بتكرر حرف الواو. ليه؟ هم ما يعرفوش، لكن هم وجدوا ان ده سلوك المشاهد، ان الناس بتكتب مكتوبة 2 واو، فبدأوا يستخدموا نفس الكلمة بل نفس الحرفين 2 واو في الكلمات المفتاحية. وبرضو بنفس الطريقة الكلمات كاتبينها بالانجليزي. كلمة ليك في الأغنية مرة عاملينها إي واحدة ومرة عاملينها 2 إي، يعني من الآخر بيستهدف جميع الاحتمالات. وهنا بقى لينا وقفة مهمة قوي. خلونا كده بقى نبص على قناة تانية من القنوات الناجحة جدا ما شاء الله واللي أنا بحبها، وهي قناة نادر أحمد. محتوى الفيديو ده تحس إن هو فلسفي شوية بشكل ترفيهي إلى حد ما، وعنوان الفيديو هو رحلتي من 2016 ل 2026 وليه كلنا اختفينا. لو نزلنا بقى على العلامات أو التاجز بتاعت الفيديو ده هنلاقي مكتوب كوميدي، نادر كوميدي، نادر أحمد رمضان، اليوتيوب زمان، الجيل القديم، شادي سرور، محمد خالد، كلمات تانية زي المخطوطة، كلمات زي حس بالمشقة. الله 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 الله، ده كده بقى الموضوع كبر. هو ايه علاقة المحتوى ده بالكلمات اللي مكتوبة دي؟ وهنا بقى الموضوع يختلف تماما. قناة نادر احمد هي من القنوات اللي كانت بتقدم سكتشات كوميدية واتشهرت ونجحت بالشكل ده بسبب الكوميديا الخفيفة اللي كان بيقدمها، لكنه جه في الفترة الاخيرة وبعد عن المحتوى الكوميدي وبدأ يقدم محتوى تاني مختلف. وعشان هو عارف ان الناس بتوصل للفيديوهات بتاعته بسبب المحتوى اللي كان شغال عليه زمان، فبالتالي بيستخدم دلوقتي علامات او تاجز ليها علاقة بالمحتوى القديم، لانه لو استخدم كلمات مفتاحيه ليها علاقه بالمحتوى اللي بيقدمه دلوقتي مش هيقدر يوصل للناس. الناس اصلا في ناس مش عارفه ان هو غير المحتوى، وفي ناس تانية عارفه ان هو غير المحتوى لكنها مش مهتمه بيه، هي مهتمه بس بالمحتوى القديم. فبيبدا ان هو يستهدفهم عن طريق كلمات ذات صله بالمحتوى اللي الناس بتحبه، فبيشدهم واحده واحده للمحتوى الجديد. ودي استراتيجيه مختلفه تماما. عشان كده انا دايما بقول مش لازم تاخد العنوان بتاع الفيديو وتبدا تقسمه كده الكلمات وتحطها في الكلمات المفتاحيه. الاسلوب ده خطأ تماما. انت في الكلمات المفتاحيه مش لازم تكون بتتكلم على صميم الفيديو نفسه، لا دي كلمات لازم يكون ليها علاقة حتى لو غير مباشرة بس تقدر تصطاد بيها المشاهدات. بالشكل ده انا علمتك يعني ايه اصلا سيو يوتيوب، وعلمتك ازاي تقدر تجيب مشاهدات من كل مصدر من مصادر المشاهدة. فانطلق انت بقى مع نفسك، ولا تروح تستخدم أداة سواء مجانية ولا مدفوعة. الناس اللي نجحت زمان ما كانتش بتستخدم أي أدوات مساعدة ليها، وما شاء الله وصلوا لملايين المشتركين. فما توقفش نجاحك بقى على استخدام أداة من الأدوات اللي الناس بتستخدمها. انت دلوقتي فهمت النظرية ماشية ازاي وفهمت اللعبة ماشية ازاي، فعيش انت بقى مع نفسك. وأتمنى ليكم التوفيق. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وتدعمني بكومنت بسيط. سلام.